طيب الحمد لله رب العالمين. يا اخوان الناس كده زي ما قال صلوا على النبي يا اخوان. زي ما قال يا اخوان جزاكم الله خير. بس دقائق بس ان شاء الله ما عندك كلام تتكلم في ماذا؟ يا اخوان جزاكم الله خير ان شاء الله. بس بالراحه بس انا ضيوف عندكم اكلون بس اكرام بس من باب الاكرام يا اخوان. جزاكم الله خير. دقائق بس ان شاء الله. تسأل سؤالك يا اخوانا سألناكم بالله الصمت بس دقائق بس. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. دقائق بس جزاكم الله خير. طيب يا اخوانا انا عندي سؤال واحد. انا ما بنقول يا اخوانا الناس الان معذورين بالجهل، معذورين ان شاء الله معذورين. السؤال حقنا اخواننا احمد التجاني كده الله يرحمه والنبي عليه الصلاه والسلام الله يتقبل منه بلغ عن يعني لامته ما يدخلها الجنه. السؤال المطروح احمد التجاني ومحمد عبد الوهاب الملك فهد الملك ال سعود هل احنا بالنسبه لهم عندنا اللي فيهم ناقه ولا جمل؟ والله العظيم يقول الله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينه. يقول الله عز وجل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن ده أمك وأبوك. أحمد التجاني بقول لكم شنو أخواننا أنتم عليكم الله أسألكم بالله بالعقل كده. أحمد التجاني أبونا والله لا أبونا شيخنا. طيب شيخنا ربنا يقول إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ده يوم القيامة. انتوا الآن يوم القيامة ربنا حيسألكم عن شيء واحد، عن شهادة أن لا إله إلا الله، عن صلاتك، عن عبادتك. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. فإذا صلح صلح سائر العمل وإذا فسدت فسد سائر العمل. أنا الآن بطرح سؤال واحد أو سؤالين ثلاثة. النبي عليه الصلاة والسلام الطريقة حقته كان شنو؟ النبي عليه الصلاة والسلام هل كان وهابي؟ ما وهابي. هل كان تجاني؟ ما تجاني. هل كان قادري؟ ما قادري. كان شنو؟ كان رسول الله عز وجل يكلم ويبلغ الناس بما أنزل الله. عيسى بن مريم وكذا ربنا سأله قال والله ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. طيب ده الأنبياء يا أخوان. الأنبياء ربنا يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام ولو تقول علينا بعض الأقاويل. ده الرسول عليه الصلاة والسلام لو قال كلام من خشمه ما قال له الله قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا عنه شنو؟ باليمين ولقطعنا عنه الوتين. أنا أقول لأخونا السائل أخونا جزاكم الله خير خليه يخش. الشيخ تعال يا أخواننا احنا كلامنا والله ما فوق دس. الكلام حقنا يا أخواننا. انتوا لو دقيت لكم زول لو قتلت لكم زول من الناس اللي بيدعوا لله والله ستأتون يوم القيامة أتقتلون رجلا يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم فإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. انتم مالكم الزهجاني فيها شنو؟ أنا بيقول للناس أمسكوا في الله. بيتقاتلونا عشان قلنا للناس أمسكوا في الله. أي زول يقاتل من أجل الناس يشيل شيلته مع الله. اللي عنده كلام اللي داير يدافع عن شيخ اللي يخش بالراح ما إشكال. يا أخواننا نحن داير نستفيد. أنا والله في قدامكم ده أنا في قدامكم داير كلام مقنع عاوز أبقى تجاني. أنا داير أبقى تجاني هسي داير أبقى تجاني. تعالوا ادوني الميزة حقتها شنو؟ الشيخ. طيب يا أخواننا يا أخوان الناس تكون عاقلة. الكلام حقنا ده. الشيخ تعال الشيخ تعال. ربنا اخواننا في القرآن يقول للنبي عليه الصلاة والسلام فاصدع بما تؤمر. طيب يا اخواننا فاصدع بما تؤمر دي اي زول عنده كلام بدين منه الله يكون واضح يرفع راسه فوق ما تحت. احنا الان بنرفع راسنا وبنرفع صوتنا لاننا والله نتيقن انه هو على الحق. اي زول بيدافع عن التجانية عن الوهابية عن الفلسفية عنده كلام حق اللي يقول للناس. بعد أي زول يسمع العاقل وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. أنا بس السؤال وبشوف إجابة الراجل بس دقيقة بس. دقيقة نعم.
ما عنده شيء يقول عشان ما يحرج ساكت. طيب كده معلش ما دفعوا رسالة الظلم. طيب بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اندزل الصداع التغيير في الصوت والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الطريقة التجاني أصلا مأخوذة من الكتاب والسنة، مأخوذة من الكتاب والسنة، وبحديث ودليل انه في قصر ابا سمغون الشلاله النبي عليه الصلاه والسلام اعطاه للشيخ احمد تجاني يعني يقظه لا منام، والذكر اصلا واجب جايز وارد في الكتاب والسنه. كون كيف انك تذكر وارد. الكتب 300 الطرق 313 كلها ماخوذه من النبي عليه الصلاه والسلام. الشيخ الدليل حقه قال النبي عليه الصلاه والسلام جاء للشيخ احمد التجاني يقظه لا مناما واداه طريقه. انا بسال سؤال، هل النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما مات جاء إلى أبو بكر الصديق أو عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان أو علي رضي الله عنه أداه ذكر؟ ده سؤال. هل ثبت النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته يجي بعد 1000 سنة يدي زول حاجة؟ طيب الناس اللي كانوا قبل 1000 سنة ديل مالهم؟ الناس من النبي عليه الصلاة والسلام لحد أحمد التجاني ديل في أشياء ما عملوها عمل إلا أحمد التجاني، وهذه معناها أحمد التجاني أفضل من الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام اللي ربنا قال له بلغ ما أنزل إليك. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ما يموت ربنا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. السؤال اللي بسأله للشيخ اللي قال لي الرسول جاء لأحمد التجاني يغذى لا منام وأداه الطريقة وأداه الأفضلية وأداه الصلاة حقت اللهم صل على محمد تعدل القرآن 1000 مرة. هل هذا الفضل ما أعطاه للصحابة الأربعة؟ هل الصحابة الأربعة النبي عليه الصلاة والسلام ما أدام الأشياء اللي أداها لأحمد التجاني؟ هل هم أحسن منه؟ ده سؤال بس. طيب سيدنا علي ذاته كان عنده ذكر كان يذكر يا ربة الحبل يا ربة الحبل يعمل الذكر يعني وارد الذكر ما فوق حاجة أصلا ممنوع. طيب السؤال الثاني، قال علي رضي الله عنه كان عنده حبل، هل هذا الحبل أداه له أحمد التجاني ولا أداه له الرسول؟ الحبل حق علي رضي الله عنه النبي أمره من أخبرك؟ ورد في الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام امره. ياتوا حديث، الحديث ياتوا كتاب. بتلقى في تفسير ابن كثير. تفسير ابن كثير كذا اخواننا واحد يكتب لنا كلام. تفسير ابن كثير المجلد كم؟ المجلد الرابع. بتلقى الكلام في المجلد الرابع. الكلام شنو بيقولوا بالضبط كده؟ الذكر حقه كان شنو؟ صفحه 9 كان بيذكر أن لا اله الا الله وسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله أكبر. يا اخواننا لا اله الا الله دي ربنا شرع قبل ما يموت، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وكان النبي عليه الصلاه والسلام يذكر الله عز وجل في المجلس الواحد 70 مره. ده معناه ما جاوا براو، ده للناس عامه تشريع عام. احنا سؤالنا الخاص اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق. دي صلاة وقريت وشفت بعيني دي والله في كتاب الآن موجود تعدل القرآن 6000 مرة. الكلام ده اللي قالوا منه؟ ده سؤال حقنا. هل قالوا الله؟ ده سؤال يا شيخنا جزاك الله خير. تعال طيب يا أخواننا أنا أقول للناس جزاكم الله خير، وإن شاء الله إذا ربنا مد في العمر حنواصل. الناس لو كان عندهم برهان أو دليل قال الله عز وجل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذا ما وجد البرهان هذا دل على عدم الصدق وجزاكم الله خير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها